اغلب الناس لما بيبداوا يتعلموا مهاره جديده بيبداوا بحماس قوي، والحماس بيبدا يقل لحد ما يحسوا بالاحباط ويسيبوا اللي كانوا بيعملوه، والسبب انهم بيستخدموا طريقه غلط خالص عشان يتعلموا المهاره ديت. فانا في الفيديو مش بس هقولك ازاي تتعلم بسرعه، انا هخليك تجرب بنفسك وكمان تعرف ليه دماغك مش بتحب ان هي تتعلم اي حاجه، وكمان ازاي تستغل وركز معايا قوي في الفيديو عشان اللي هقولهولك ممكن يغير الطريقه اللي بتتعلم بيها للابد. اكيد انت سالت نفسك ليه في ناس بتقعد شهور عشان تتعلم مهارة وفي ناس تانية بتتعلم نفس المهارة في اسبوع واحد بس. اكيد في علم وفي خطوات وفي ناس بتتعلم صح، وانا اوعدك ان انت بعد ما تتفرج على الفيديو هتبقى واحد منهم. فركز معايا ويلا نبدأ الفيديو. لو ما تعرفنيش، انا يوسف علاء وعامل القناه عشان اساعدك ان انت تحل مشاكلك وتنجح في حياتك. فما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا كده، احنا ليه بنتعلم غلط؟ احنا متعودين من واحنا صغيرين ان احنا نتعلم بطريقه واحده، احفظ وادخل الامتحان وانسى كل حاجه، وده سبب رئيسي ان احنا مش بنفكر في الحاجات اللي احنا بنتعلمها. يعني الحاجه اللي احنا بنتعلمها مش بنستفاد منها خالص. المدارس مش بتعلمنا ازاي نتعلم، بتعلمنا ان احنا نجاوب بس. المخ البشري لما بيتحمل معلومات كتير مرة واحدة بيحصل له زي تشويش ومش بيركز ولا بيخزن اي حاجة. زي مثلا لما تاخد كورس برمجة وتتفرج على 10 فيديوهات ورا بعض، بعد ما تخلص انت مش هتفهم اي حاجة. طيب ازاي بقى الدماغ بتتعلم؟ لازم تعرف الاول ان الدماغ مش جهاز تخزين. الدماغ عبارة عن شبكة بتتبني بالتجارب والعادات. في مفهوم مهم جدا اسمه المرونة العصبية، وده معناه ان انت مخك ممكن يتغير مع اي مهارة او عادة جديدة بشرط ان انت تديله حاجتين: السبب والممارسة. كل مرة انت بتتعلم فيها حاجة جديدة في وصلات عصبية بتتكون. بمعنى ابسط شوية، ان انت لو اديت لمخك التكرار مع الفهم فانت هتتقن المهارة عشان كده ما تتوقعش ان انت تتعلم بمجرد ان انت شفت فيديو. لازم ان انت تطبق. لو بتتعلم تصميم لازم تصمم، ولو بتتعلم لغة لازم تتكلم. علشان كده في تعليم اللغات الناس المحترفة بتقولك ان انت لازم تمارس اللغة لان الممارسة او التطبيق هي اهم عنصر في تعلم اي حاجة. وفي شوية قواعد أساسية في التعلم السريع انت لازم تعرفهم عشان لو طبقتهم هتتعلم اي حاجة في وقت قصير جدا. اول حاجة قانون ال20 ساعة، وده بيقول ان انت مش لازم تبقى فاهم في الحاجة 100%، لكن لازم تركز جدا في اول 20 ساعة على الاساسيات. تاني قانون ال20-80، وده بيقول ان انت لازم تركز على 20% من الحاجات اللي بتديك 80% من النتائج علشان ما تضيعش وقتك في كل التفاصيل. تالت حاجة طريقة فاينمان، اي حاجة ما تعرفهاش جرب ان انت تشرحها لطفل، ولو ما عرفتش يبقى انت لسه مش فاهم. رابع حاجة، اتعلم بنفسك مش بالدروس. يعني لو انت عايز تتعلم الموشن جرافيك انت اعمل مشروع بسيط بنفسك. طيب ازاي تتعامل مع الاحباط اللي بيجيلك في الرحلة؟ اكبر عدو ليك في رحلة التعلم هو الاحباط. بتحس انك مش بتتقدم خالص، وده شيء طبيعي وكلنا بنمر بيه لما نعوز نتعلم حاجة. المخ بيحب الراحة وبيهرب من اي حاجة تتعبه، وده معناه ان انت اول ما تحس ان انت عايز تهرب اعرف ان انت لسه في اول الطريق. واستخدم الطريقه دي وممكن تنفع معاك. ان انت بدل ما تقول انا بتعلم برمجه قول انا مبرمج. العقل هيصدق وده هيساعدك ان انت تكمل. وخليك فاكر ان التعليم مش مرتبط بالمزاج. طيب تعالى بقى اقول لك نظام عملي للتعلم. اول حاجه، اختار مهاره واحده بس، ما تتشتتش بكذا حاجه تعملها، اختار حاجه واحده بس تركز فيها. تاني حاجه، حدد هدف معين، يعني انت عايز تتعلم الحاجه في خلال كذا. تالت حاجه، قسم يومك 20 دقيقه تطبيق و20 تعلم و10 مراجعة و10 تقييم. رابع حاجة، كل أسبوع اعمل مشروع، يعني كل أسبوع تتعلم فيه حاجة طبق على الحاجة اللي اتعلمتها في آخر الأسبوع. وآخر حاجة، استخدم برامج ومواقع عشان تنظم بيها وقتك، حاجات زي نوشن وتريلو. الفيديو مش معمول عشان تشوفه ويشجعك وخلاص، الفيديو معمول علشان تبدأ بجد. التعلم مش موهبة، التعلم مهارة، وكل ما تمارس المهارة كل ما تبقى أسرع. ابدأ دلوقتي واكتب لي في التعليقات ايه أول مهارة هتبدأ ان انت تتعلمها علشان نشجع بعض ونكمل في الرحلة سوا. وبس كده يا صديقي، انا يوسف علاء، وسلام.